مدام امستردام مالك ومال همام. أول ما تسمع كلمة أمستردام، إيه أول حاجة بتيجي في بالك؟ الحشيش؟ الحرية؟ الجمال؟ ولا كل ده مع بعض؟ بس خليني أقولك، اللي شايفه في الصور أو على السوشيال ميديا ده جزء صغير جدا من الحكاية. في مدينة شكلها هادي وجميل، بس وراها قوانين بتخلي العالم كله مش فاهم هي إزاي ماشية كده. بلد بتسمح بالحشيش قانوني، ومع كده تعتبر من أكتر المدن أمانا وتنظيما في أوروبا. إزاي؟ النهاردة هنسافر سوا جوه أمستردام ونكشف الحقيقة اللي محدش بيحكيها عنها. خليك معايا لآخر الفيديو، لأن اللي جاي هيفتح لك باب على عالم غريب جدا. وما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات بعد ما تشوف النهاية. هل تشوف أمستردام بلد مجنونة ولا بلد فهمت الحرية بطريقتها؟ يا موتوسيكلاتك يا هولندا. خلينا نتكلم بصراحة. أول حاجة الناس بتفكر فيها لما تسمع كلمة أمستردام هي الحشيش. مدينة الحشيش القانوني. الجملة دي لوحدها كفاية تخليك تقول إيه ده؟ هو العالم اتجنن؟ بس لأ، ولا اتجنن ولا حاجة. هم بس فكروا بطريقة محدش غيرهم قدر يفكر بيها. في السبعينات كانت هولندا غرقانة في مشاكل مع تجارة المخدرات. الحكومة بتحارب والجرائم بتزيد، لحد ما قرروا يقلبوا الترابيزة. بدل ما يطاردوا الناس، قرروا يخلوه قانوني بس متحكم فيه. ومن هنا بدأت التجربة. الحشيش في أمستردام مش متاح في الشوارع، لأ، ليه أماكن مخصوصة اسمها كوفي شوبس، مش كافيهات عادية. مدام امستردام مالك ومال همام. أول ما تسمع كلمة أمستردام، إيه أول حاجة بتيجي في بالك؟ الحشيش؟ الحرية؟ الجمال؟ ولا كل ده مع بعض؟ بس خليني أقولك، اللي شايفه في الصور أو على السوشيال ميديا ده جزء صغير جدا من الحكاية. في مدينة شكلها هادي وجميل، بس وراها قوانين بتخلي العالم كله مش فاهم هي إزاي ماشية كده. بلد بتسمح بالحشيش قانوني، ومع كده تعتبر من أكتر المدن أمانا وتنظيما في أوروبا. إزاي؟ النهاردة هنسافر سوا جوه أمستردام ونكشف الحقيقة اللي محدش بيحكيها عنها. خليك معايا لآخر الفيديو، لأن اللي جاي هيفتح لك باب على عالم غريب جدا. وما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات بعد ما تشوف النهاية. هل تشوف أمستردام بلد مجنونة ولا بلد فهمت الحرية بطريقتها؟ يا موتوسيكلاتك يا هولندا.